ما كان بمثابة الحلم قبل سنوات بالنسبة للرباعة الإماراتية عائشة البلوشي تحول إلى حقيقة. معانقة الحلم الأولمبي والمشاركة في أكبر تظاهرة رياضية في العالم جاء بجهد ذاتي منها ومن زميلاتها في المنتخب، ولم يكن بهبة أو منحة من اللجنة الأولمبية الدولية. كنا نحتاج بس مجرد نقطتين عشان نتأهل من غير دعوة، من غير بطاقة بيضاء. فاللي حصل عقب في أكثر من دولة طلعت حسبت المنشطات بعد تحليل المنشطات، فالله وفقنا وتقدمنا 3 مراكز قدام. من المركز السابع أخذنا المركز الرابع. طبعا صعودنا أو تأهلنا لأولمبياد ريو 2016 يدل على أن تخطيط اتحاد الإمارات لرفع الأثقال صحيح وماشي في الخطة الصحيحة. هذا مما يدل على أنه صعد في 2012 وعلى التوالي 2016. محطات طويلة من التحدي والرغبة في صنع اسم بارز في مسيرة هذه الرياضية، فاستطاعت اجتياز نظرة المجتمع ومحاولة تشويه مسيرتها باتهامها بتناول مواد محظورة، وهو ما صقل شخصيتها. شعور لا يوصف، لأن صار لي 8 سنين أنتظر هالحلم. الحمد لله قدرة رب العالمين تحقق الحلم بمساعدة فريق سيدات كامل، والحمد لله. أول حاجة هي الليدر بتاع الفريق ووزن 58، يعني نتائجها معناتها بتتكلم عليها سواء كان عربيا وإلا غرب آسيوي وإلا حتى في بطولة آسيا الأخيرة، يعني تمتلك الكثير من الخبرة ويعول عليها إن شاء الله في ريو دي جانيرو. تراكم 8 سنوات كاملة من الخبرة ربما تمنح عائشة القدرة على الدخول في منافسة أولمبياد ريو دون ضغوط ودون حسابات كثيرة، مع انتظار الأفضل. شوف الطموح في أولمبياد ريو، نافس قد ما تقدر تنافس، تغلب 1 ولا 2 تحقق نتيجة. تؤمن عائشة بأن أولمبياد ريو لن تكون محطة آخر المشوار بل البداية فقط، فما زال أمام هذه الرياضية الكثير لتقدمه لمنتخب بلادها ولزميلاتها أيضا، اللواتي يعتبرنها نموذجا يحتذى به.